السلام عليكم، رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم عملت لكم دجاج بالصينية على كيفك، بس مو اي دجاج، رح نسلقه نص سلقة منشان ما يضلنا ناطرين بالفرن كأنه عم نستنى العيد الجاي، وبهيك بيطلع طري من جوا ومقرمش من برا وبياخد العقل. يلا حضري حالك ورح نبلش خطوة بخطوة مثل الشوام الأصليين. هنجيب الطنجرة ونحط المية والغار والهيل، وننزل قطع الدجاج ونحط ملح صغير ونتركه يغلي نص سلقة، يعني حوالي 15 دقيقة، مو أكتر مشان ما ينشف الدجاج معنا. وبعد ما سلقنا الدجاج نص سلقة وصرنا جاهزين، بنروح بنحضره تتبيلة بتجنن، بنملح وبنرش شوية زنجبيل وبهارات مشكلة، وبنزيد مرقة البندورة والزيت، ولا ننسى السنين توم، وكلهم بالخلاط بنخلط لحتى يصيروا عنا صوص ناعم. بنغمر الدجاج بهالتتبيلة، ولا ننسى تقطيع البطاطا لشرايح مدورة، رح نغمره كمان البطاطا رح نغمره بالتتبيلة شوي، ورح نتركه حوالي الساعة ساعتين. كل ما تركتيه أكتر كل ما رح يتشرب من الصوص أكتر، ورح تطلع طعمته بتجنن وطعمته خرافية. وهاي يا ستي الدجاج بالصينية صار قدامك، ريحته مالية البيت، والكل صار يلف ويدور حوالي المطبخ مثل الفراشات حوالي النور. لقمة من هون وبطاطاية من هون، وصدقيني ما بيضل بالصينية غير الذكريات وصحتين وعافية. ومن اليوم بتصيري بتقولي الصينية علي. إذا حبيتوا وصفاتي لا تنسوني من اللايك والاشتراك، بحبكم كتير، تابعوني بالفيديو التاني. سلام.